النهارده المغرب الساعة 12 الظهر لقيت العمدة طبب علي وبيقول لي الحاجة يا ولية. قلت له خير يا عمدة، جرى ايه؟ وشك دي انا ما بنتفائلش بيه خالص. قال لي يا ستي جايلك تلفون من البلد وحد بيقول انه عايز يكلمك ضروري. قلت له طب يا عمدة ما سألتش مين؟ قال لي وانا مالي يا مرة، روحي انت شوفي بنفسك اياكش تولعوا انتوا الاتنين. رحت زقة العمدة ومتكية جارية عالدوار طوالي عشان نشوف مكالمة ايه المطينة اللي جياني دي. اصل الحوسة في الموضوع ان العزبة كلالتها ما فيهاش غير تلفون ارضي واحد عند العمدة. اي حد جايله مكالمة جايله جلوط لازم يروح يستقبل من عند زفت الطين العمدة هناك. والدنيا غريبة وكانت صعبة قوي، بس مش مشكلة، قاعدين عايشين ومنلطشوا فيه. المهم رفعت سماحة التلفون ورحت جايلة الوه ومش الوه، لقيتها مين؟ حماتي. قلت لها عايزة ايه يا ولي؟ قالت لي سايق عليك يا حبيبك النبي، انا جايالك النهارده ولساني مدلدل على حبة جمبري، نفسي ناكل جمبري قوي. قلت لها الله يوقف حالك، انت عارفة كيلو الجمبري بقد ايه؟ ده بالشيء الفلاني، دي حاجة ما نقدرش عليه. وقعدنا نتكلم ونجيبه من اليمين ونجيبه من الشمال. الولية مصممة برضو تاكل جمبري، يعني تاكل جمبري. قلت لها خلاص سيبيها على الله، ورحت قافلة السكة في وشه والطيران عالدار. وفي سكتي وانا ماشية لقيت راجل غلبان معاه شوية بصارية، الدبان عافف عليهم وعليه. قلت له ها بتبيع؟ قال لي نبوس رجلك اشتريهم مني عشان نفز نروح. قلت له حاضر من عيني، هتدوهم لي على كام؟ قال لي على 5 جنيه. قلت له لا هم 2 جنيه ونص هم، يلا وعبوهم لي. راح معبوهم لي في القيس، والراجل من فرحته راح اشترى بيهم هريسي وبقى ياكل ويزرغط وهو ماشي. وانا خدتهم بقى وروحت، وزي ما انتم شايفين كده وعملت لهم بقى الخليط المزرب اللي زي الطرش دي، ورحت لفهم في قلب بعض كده وركناهم على الطباخة عشان خاطر يتبلوا. وجبت كوبايتين رز ورحت غسلهم غسلة حلوة عشان ينزلوا التراب اللي فيهم والحباية تنفش كده والرز يطلع معجون معاي وزي العسل. اصلا بصراحة ما نحبش حد يطلب حاجة ياكلها عندي الا ونعملها له هي طبق الاصل. اتصرفت برضه وحندلكها اللي هي نفسها فيه ويمكن احسن كمان. ورحت مولعة الولعة وجايبة حلة حاطة فيها شوية مية مع نطرة زيت، ورحت حاطة الطاسة على جنب كده وصبة فيها شوية زيت ونازلة بالرز في قلب الأحلي عشان خاطر ما ياخدش غلوتين الا ويستوي. وجبت بقى كوم الضرب اللي انا عاملاه دي ونزلت بيه في قلب الطاسة كده، هو جراس زي جراس الفلافل كده او الهمبرجة. ورحت حطاه في قلب الزيت وقلب واديكم شايفين المنظر، حاجة ولا الفلافل المحمصة مسمسم حتى، حاجة جميلة خالص وريحته جمبري وعبك الدار. انا كلت يطلع 7-8 جراس من ده مفكراه جمبري، يعني انا نفسي مش مصدقة نفسي. ووليمة علي الطلاق وليمة، عملت كمية بشوية بصارية ياما قوي هتاكلي وتشبعي وتبي زي البهيمة، بس اعمليها وشاربة الزيت كده وطعمها محمص وزي الفيشل، بس برضو مع الرز والسلطة والحاجات دي هتبقى في بوجك احسن من طعم البطاطا. واحلى حاجة انك هتقطمي القطمة بدماغها بشوكها زي ما هي. طبعا انتوا عارفين ان السمكة دي بتتاكل سليمة عشان ما تقولوش بس عاملاها سليمة ومش سليمة، ما انتوا بتاكلوها كده زي ما هي. ايه عندكم هيدفحوها بقى بالقرمشة بالتوابل بالحاجات اللي عليها عطياها طعم ولذاذة زي الزيت، وما بتستهلكش زيت يامي. اي حبة زيت عندك هيكفوا، ان شاء الله شوية زيت عربيات مش مشكلة. وحنجيب بقى شوية عصير كده نعمل لحماتي برضو شوب عصير محترم عشان ما تقولش علي بخيلي. وعملته لها كده ضرب من غير الخلاط كده عشان يبقى تقيل زي عصير المانجا كده، تاكل وتروج على نفسها برضو. الله لازم اللي يعمل الحاجة الحلوة يكملها للنهاية. ومسكر وزي العسل ودوبتهم وجبت القباية كده ورحت نازلة فيهم طرشة على طول كده، هو اتملت القباية ما شاء الله. الله الحاجة بتاعت ام ابراهيم فيها بركة
برضه. واديكم شايفين الشكل والمنظر، وجبت الليمونة ورحت نازلة عليها مجزراها بالسكينة، ووزع شكلت الطبق كده وخليته شكله جميل خالص، وشوية كزبرة، وحلة الأرز اهي طابت وبقت زي الفول. هنغرف بقى لزمان حماطي فطسانة من الجوع، وتغرفي كده وتخلي الحاجة شكلها جميل، وتكبسي في الرز كده وتسطفيه فوق بعضه عشان خاطر يبقى عامل زي التورتاية كده. اللي يخش عندك يقول يا سلام الولية دي جميلة خالص وبترتب أكلها ونظيفة. خليكي زي خالتك أم إبراهيم كده، وخلي ودنك زي القطيفة. والأكلة جميلة وشكلها يفتح النفش المشدودة، حاجة جاي العسل هي، والحاجة محمرة وخفيفة وشربة زيت ولطيفة، وما فيش بعد كده. تاكلي وتشبعي وتزرطي وتتجرعي وتفسي وتهيسي وتعملي كل اللي نفسك فيه.